كثرة الأقاويل وتعددت الأفكار والمعلومات الزايفة، والبشر مش عارف يحالة وين ولا وين جد. العافية يا الربع، كل مين قارع بينزل على كيفه ويعمل حاله محلل سياسي ويبلش. وانتوا بال 2015 وبال 2019 عشو يا عمي عشو؟ أقول لكم يا جماعة، أيها الإعلام الساقط، يعني إعلام السلطة اللي البشر حاطة كل ثقتها فيه وحاطة كل جهده بس لمنه تحضر وعطته ثقته، وهو عم يخون الثقة. للأسف إنه الإعلام عندنا بسوريا صار للسلطة بس، اكتفى بالسلطة وما عم بيعطوا أي حقيقة من الشيء اللي عم يوصل. شيل أبدا. إن شاء الله صونوا واحفظوا الثقة اللي عم يعطيكم إياها الجمهور. كونوا ناقلين للحق، ناقلين لصوت الحق. شو عم تساووا؟ انتوا شو عم تساووا؟ انتوا ما غيرتوا شيء ابدا. والله نحن مش نايبنا شيء، يعني نحن الحقيقة بنعرفها والحق بنعرف، وما في شريف بالعالم الا ما صار بيعرف الحقيقة ووصلته. ليش عم تساووا هيك؟ بس من شان الضعيف اللي بسوريا اللي على نياته، هذا اللي انتوا عم تتحكموا فيه. اللي مش عارف اللي ما بيشوف على بعد اصبعه، اللي ما بيشوف لبعد اصبعه هيك بحط اصبعه ما بيشوف لبعديه، ما بيعرف يفرق بين الحق والباطل. المهم أنا ما رح أظل ساكت. هي أول حلقة من سلسلة طويلة، كل شي صار من أول يوم عملتوا فيه مشاكل بسوريا وحرضتوا على الطائفية بدي أبعث، وما رح أخلي ولا ستر مقطع والله العظيم. من كل المشاكل اللي صارت من الأول رح أحكيها بالتفصيل، وكل خنزير قتل مدني بريء بدم بارد وغطى على هاي المشكلة والله اني حاطك هون وفاضحك. اني فاضحك يعني بدي احطك على اليوتيوب وما اخلي عليك ولا اشي ولا ستر مغطى، تفكرش حالك فالل يعني نظام. ولو انه التحريض والطائفية صاروا مرجلي في الوقت هذا للاسف، واللي بحرض حدا على حدا بيكون هو البطل، واللي بحرض شخص على شخص بيكون هو المبدع. اوف ياي صد الله، هذا عم بحرضنا على الناس. لا طول بالك، مش اسا ما حدا يجي يتفزلك ويتفلسف ويقول لي انت عم تحرض. انا راح احط كل شيء قدامك هون، وانت كمواطن شريف تعتبر حالك قاد راح خلي الخيار الك عزيزي المتابع. لا راح اقول لك فلان كذا ولا راح اقول لك فلان كذا، راح احط كل شيء قدامك انت لحالك قرر. راح نحكي ونتناقش وجه نظري بالوقائع، لا راح نفوت لا بالحكي تبع الاعلام ولا بهالاساليب هي ابدا. طبعا كل شيء راح يكون واضح، ما في بالمكان بالقناه الا للشرفاء واصحاب التعليقات السلبيه والفنان اللي بده يكون محامي دفاع عن حدا على الظلم اول ما تعلق حاضر وحياتك حاضر. فما تعلق وما تعمل وما تسوي ولا شيء، الحقيقه واصل راح توصل وكل شيء راح يوصل. المهم من تقريبا 3 شهور بيجي المدعو أنس غبرة، أنس هبرة، واللي كل العالم عرفت إنه شو عمل وسوى، وما في حدا ينكر هالشي، والعالم كله صار قدامه مين المسؤول عن هالشي. اللي بيشتغل هذا فني أسنان أو مخبري أسنان كما بقولوا له، وعنده خبرة بالمعلومات والتقنيات والأمور. راح هذا فبرك تسجيل صوت وهو عم يسب الناس وفبرق الفيديو انه واحد درزي يعني بلهجة الدروز. انتوا شفتوا اكيد شو اللي صار وعرفتوا انه طلع الحق عليه. طيب هون في نقطتين، طلع هذا الترند وانتشر مثل النار بالهشيم. طبعا شغله مثل هي اجبارك راح تنتشر، اجبارك تنتشر وتوصل لكل العالم. بس اللي صار بعد هيك كان هو الاخطر، صار تجيش على الدروز، وصار الشاطر اللي بده يفوت ويعلق تعليق سلبي ضد الدروز وبده يسب الدروز، ويعني حرفيا نحن نمنا وفقنا لقينا حالنا قضية رأي عام. طيب لحد هسه نحن شو سوينا؟ ما سوينا شيء، كفوا معي. بعد هذا التجيش الإعلامي دخل الأمن العام لوين؟ على جرمانة، بده يفك المشكلة اللي صارت بين دروز جرمانة والسنة اللي غاد بسبب هذا التسجيل. طبعا أهل جرمانة دافعوا عن أرضه، فاتوا السنة اللي غاد تمام، البعض مش السنة ما فينا نشمل يعني، بعض من السنة فاتوا لعند الدروز وعملوا مجازر وبدن وعلقوا معه وعملوا مشاكل مع الدروز اللي في جرمانة تمام، على أساس إنه هدول الناس اللي فاتوا هم المجرمين. طيب
بيجي الأمن العام شو بيساوي؟ بفوت بده يفك الخلاف، ومثل يقول إنه فض النزاع مثل ما قال، واحفظوا هذا السيناريو لأنه نعتازه لبعدين. فات على أساس بده يفك الخلاف. كل الفيديوهات اللي انتشرت عبي يقتل وعبي ينهب وعبي يطلعوا بفيديوهات ضد دروز، والكل شاف هاي الفيديوهات، ما في إنكار لحد هون والكل معك أكيد، صح ولا لا؟ تمام. هلا هون في كم شغلة لازم نحكي فيها، تمام؟ لنفرض إنه مش أنس هبرة اللي فبرك هذا الفيديو، عن جد شخص درزي، تمام؟ هل يعقل إنكم تفوتوا بدكم تبيدوا طائفة كاملة وتمحوها من شان شخص سب النبي واحد كلب؟ بيدوا طائفة كاملة، مع انه لو انه عن جد درزي، تمام، كان التصرفات غير هيك معه. منا نحن اللي بنسلمكم يا اذا اضطر الامر، اذا ما اضطر الامر نحن اللي بنحاسب مش انتم، تمام؟ طيب لنقول انه انتم حميانين كنتوا ودمكم فاير، او يعني خلص انتم سب النبي وهيك، ومش يعني مش مصلين على النبي ابدا، وفتوا وعملتوا هالمشاكل وهجمتوا كل دروس على كل دروس صحنايا وجرمانة والاشرفية والمناطق. طيب بعد فترة وضحت الحقيقة والكل عرف انه انا سهب، ليش ما اعتذرتوا؟ ليش ما طلعتوا بفيديو او ببيان انه جد اخوتنا الدروز احنا نعتذر منكم؟ طلع هذا الفيديو مفبرك من المخابرات التركية، هو لانه هذا الشخص قاعد بتركيا، كان في اتفاق بينه بالمخابرات التركية لمنه يساوي هذا الفيديو اللي بده يزرع فتنة في سوريا تجهيزا لدخول السويدة بعد دخول الساحل اللي فاتوا على اساس بدهم يخلوا المناطق هي من فلول النظام، وقتلوا الاولاد وقتلوا العجز والنساء كلهم هدول فلول النظام يا غالي. الله عليك، طب فلول النظام بتخليه يعوض؟ انت بدك تبسط الامن والامان تاخذه على السجن، تمام، تحبسه، القاضي بيجي وبيرفع فيه حكم، بيصير في فتاوي، مش انت تجي والله تاخذ حقك بايدك تقول له يلا عوي، او شيخ كبير تخليه يمشي مشية البطة. نشوف عيب عيب عيب، انتوا شو فرقتوا عن النظام السابق؟ شو فرقتوا جد؟ انا بدي حدا بس شو الفرق؟ شو الفرق؟ طيب يعني ليش ما طلعتوا اعتذرتوا على الحكي اللي حكتوه والسب اللي سبتوه على الدروز بعد ما عرفتوا السبب وشو هو الاساس الفيديو؟ بدي حدا يجاوبني بس جواب منطقي. لا وتقولوا لنا انه احنا كفار، ليش؟ لانه في واحد من عندكم سني سب النبي وفبرك على اساس انه نحن صرنا كفار، نحن دفعنا عن ارضنا بجرمانة صرنا كفار، بصحنايا صرنا كفار، بسويدة صرنا كفار. طبعا جاي بهالسلسلة راح احكي كل شيء بالتفصيل ووصلوا على سويدة، ولقال لي اسا بالانتهاكات. اي انتهاكات؟ هي مش انتهاكات تكون من شخص واحد، هي جرائم بالقرار، يعني فيه الى قرار وفي الى خطة، انتوا روحوا اعملوا جرائم، ها مش انتهاك شخص واحد غير القانون او طلع عن القانون. تمام كفوا معي، انا بدي بس شخص شريف محترم. هذا الحكي اللي انا حكيته بعدنا بالبداية، بس جاوبني على هالكم سؤال بهاي الحلقة. هاي الحلقة بس تعريف كانت وايصال فكرة السلسلة هي اللي راح نسويها. رجاء دعموا هاي الفيديو وشاركوا قد ما فيكن لانه راح يتبلغ عنه وراح ممكن ينحذف. رجاء بدي كل العالم، يعني كل اللي عم يحضر يقوي الفيديو، يشارك ويحط اعجاب وتعليق من شان ما يروح الفيديو ويتبلغ عنه، لانه كثير ناس راح تطلع من هذول اللي ذكرتهم بالفيديو تصير تبلغ وتحط ديسلايك، فهاي الامور يعني رجاء دعم قد ما فيكم. يلا بيس، خذ مني هالنصيحة، حط اشتراك، قناتي كثير منيحة وبتستاهل لايك. حط اشتراك وبعدها حط لايك. يعطيكم العافية متابعين الغوالي، إن شاء الله خير.